مرحبا يا أصدقائي الفصيحين، خبر وجذر من الصديقة الأستاذة تسنيم. جذر تسنيم هو طلب. تقول تسنيم: في عالمنا المعاصر أصبح طلب العلم أساس التقدم والنجاح. أتفق بشدة، حيث يحرص كل طالب على تطوير نفسه، فيبدأ أولاً في تحديد طلباته، سواء كانت أكاديمية أو علمية، وهذا عين العقل. وعندما تبدأ الجامعات باستقبال طلبات الالتحاق وتحديد متطلبات القبول، يطالب الكثير من طلبة الجامعات بزيادة عدد الطلاب المقبولين في البرامج البحثية، وتستجيب المؤسسات لهذه المطالب تلبية لرغبة الطلاب. وعندما تلبى هذه الطلبات يشعر الطالب بالإنجاز، ويدرك أن المثابرة في طلب المعرفة هي الطريق للتفوق. ولذلك توجد حكمة في اللغة العربية عن أهمية طلب العلم، وهي: اطلبوا العلم ولو في الصين. شكرا يا أستاذة تسنيم. ونقول في العربية: من طلب العلا سهر الليالي.